السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم فيديو مضحك وقاسم في آن معا. محمد بن شمس الدين يقع في شر عمله وسوء فعاله وكلامه واعتقاده، وانقلب السحر على الساحر. هذا الضال المضل السفيه فاسد العقيدة فاسد السريرة. اليوم حشره الدكتور الشيخ وليد بن الصلاح في الزاوية وألقمه حجرا كبيرا، فأسكته وأخرسه وأفحمه إفحاما أيما إفحام. هذا الفاسد الذي يصف الأشاعرة جميعهم بأنهم مبتدعة وضالون ومنحرفون، ويتكلم فيهم كلاما يوهم بكفرهم، ويجعلهم أشر من الشيعة الروافض، ويرد أيضا على الإمام ابن تيمية ويسخر منه حين عد الأشاعرة من أهل السنة في بلاد تكثر فيها الروافض أو يكثر فيها النصارى. اليوم فيديو مثير للشفقة حقيقة. أشفقنا اليوم على هذا المختل المهرج كما يصفه كثير من الباحثين. بطل الفيديو اليوم الدكتور وليد بن الصلاح جزاه الله خيرا، الذي ألقم هذا المتفذلك المتعالم المتمشيخ محمد شمس الدين، ألقمه حجرا كبيرا حين حشره في الزاوية وأخرسه فخرج للمرة الثانية. أظن هو لا يرد أبدا على من يلقمه الحجارة، يرد فقط على المشاهير وبعض الممثلين الذين لا يتابعونه أصلا. ظهر اليوم ابن شمس الدين وكأنه يريد أن ينفجر من الغضب، وكأنه يريد أن يبكي من القهر، وصار يقول استغلوا إسنادي بالقرآن. واستغل بهذا الاستغلال، والإنسان يتنبه، ما لم يكن تنبه سابقا يتنبه الآن، وما لم يكن عرفه سابقا يعرفه الآن. ثم أقر واعترف بأنه جاهل. توقير أصحاب البدع قد يكون بتلقيبهم بألقاب مفخمة، الإمام، شيخ الإسلام، العالم، العلامة، هذا نوع من أنواع التوقير، وقد يقع فيها الإنسان إما لجهل سبق منه، لعدم انتباه إلى هذه المسائل، وصار يتلعثم ولا يعرف كيف يتكلم، وصار يقول بغض النظر وإلا أن ولا يمكن، وأنه يريدون أن يهدموا السنة ويريدون أن يهدموا الإسلام ويستغلون إسناده. ثم يضيف هذه كانت قديمة ولم أكن أدري بها، ويحاول أن يرقى ويقول لم نكن ننتبه ونتعلم وليس هناك أحد كامل. ثم يقول انظروا كيف يستغلون هذا الإسناد، يريدون أن يهدموا الدين، يريدون أن يهدموا السنة. وهل هناك أحد يهدم الإسلام غيرك أنت وشيخك الخليفي عميل الماسونية؟ تخيلوا إخوتي، حتى في هذا الفيديو أيضا يدلس. كيف يدلس؟ حينما نقل كلام الشيخ وليد قص كلامه حين بدأ بذكر أسماء شيوخ الأشعرية الذين كانوا في السند، فذكر الاسم الأول ثم قص الكلام. هذا أمر وقع لي في إسناد من أسانيدي، وجد شخص أشعري اسما لأشعري مسبوقا بكلمة شيخ الإسلام في إسنادي أنا، فأراد أن يستغل ذلك في نصرة البدعة. والشيخ وليد يذكر أكثر من 3 مشايخ موجودين في السلسلة كلهم من الأشاعرة، في السلسلة التي زعم محمد شمس أنها له إسنادا على رواية حفص. يعني هذه السلسلة ممكن أن يكون قد كتبها ونقلها من أي إنسان أي شخص، لا مشكلة. الآن المصيبة في أنه ذكر وكتب بخط يده بأن هذا فلان شيخ الإسلام وفلان شيخ الإسلام، وهؤلاء كلهم 4 من المشايخ، هؤلاء من شيوخ الأشاعرة. ماذا فعل هذا المدلس؟ أوقف كلام الشيخ وليد عند أول اسم فقط. انظروا كيف تستغل كلمة وجدت في إسناد وضع يعني حتى في موقع ويكيبيديا نشرت، ما أدري كيف نشرت في موقع ويكيبيديا هذه، ووجد فيها كلمة يريد أن يستغل هذه الكلمة لهدم الدين، لمحاربة السنة، لمحاربة أهل السنة، لنصرة أهل البدعة، لنصرة الأشعرية، لنصرة التجهم. انظر عند أول اسم قص الكلام، يشتم الأشاعرة ويكفرهم ويحكم عليهم بالزندقة ليل نهار، وهو يروي القرآن عن طريقهم. كما هنا لاحظ حطت محمد شمس الدين، حط شجرة على ويكيبيديا وفيها شيوخ الإسلام وهم أشاعرة. لاحظ مسميه هو مسميه نفسه، مسميه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. إذن وجد شيخا من مشايخهم واحد أشعري ويقول لك هو سماه شيخ الإسلام، واعترف لأول مرة، يعترف بأن هذا الإسناد فعلا له، واعترف بأنه لم يكن يعرف سابقا. إسناد فعلا، هذا إسنادي، هذا فعلا صحيح إسنادي،
أنا أقول هذا أحد يعني واحد من الأسانيد، لكن هذا لي فعلا. واعترف بأنه جاهل، صار يقول الإنسان لا يولد كاملا ولا يولد معصوما، ثم صار يوحي بأنه سيتوب من هذه الغلطة، وقالوا من شروط التوبة الإصلاح والبيان، وهو الآن يبين. يعني فيديو ظهر وكأنه يبكي، والتعليقات تذكر ذلك، وضح أنه كاد أن يبكي. أقول لك أيها الضلالي يا محمد بن شمس الدين، أنت وقرت صاحب بدعة في سندك 4 مرات. يقول سلفنا الصالح: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. فأنت إذا تتناقض مع نفسك وتشنع على الشيخ الفوزان والشيخ ابن عثيمين وهؤلاء جميعا، تشنع عليهم أنهم عدوا الإمام النووي والحافظ ابن حجر، هؤلاء من أئمة الإسلام، ودافعوا عنهم وترحموا عنهم. أنت تنتقدهم، وأنت عملت نفس الشيء حينما ذكرت هؤلاء ووصفتهم بأنهم شيوخ الإسلام، واعترفت على غير عادتك. وأنت اليوم توقر أشاعرة أقل شأنا من الإمام النووي وابن حجر وتصفهم بشيخ الإسلام. معناها واحد من أمرين: إما أن تأخذ هذا السند المزيف الذي اخترعته وسرقت الأسماء من أحد مشايخ وذكرته لك سندا مزيفا، إما أن تأخذ هذا السند وتمزقه وتقصه، أو أن تقص لسانك وتخرس فمك عن ذم أئمة المسلمين بعد اليوم من الأشاعرة الذين كان لهم الفضل في نشر الإسلام، سواء من كبار المحدثين أو المفسرين أو علماء الفقه أو علماء العقيدة. لقد أسقط في يده اليوم. فعلا فيديو مضحك، سنستمع الآن ونرى كيف كان ابن شمس اليوم مثيرا للضحك، مثيرا للشفقة. وللعلم إخوتي، فالشيخ الدكتور وليد بن الصلاح دائما يظهر افتراءات ابن شمس ويظهر كذبه وتدليسه. عشرات الفيديوهات، ليس فيديو ولا فيديوهين، عشرات الفيديوهات يظهر تدليسه وتحريفه، ولا يجرؤ محمد شمس الدين على الرد. ولكن هذه المرة كانت الصفعة قوية جدا على وجه هذا الضلالي المنافق المدلس محمد شمس الدين، فاضطر هذا الرجل أو اضطر هذا المنافق إلى الرد. ربما كانت للمرة الثانية أن يرد، واضطر أيضا للاعتراف بجهله وللاعتراف بأنه لم يكن يعرف ولم يكن يدري وبأنه تاب، وحاول أن يظهر الندم في الفيديو. واستغل بهذا الاستغلال، والإنسان يتنبه، ما لم يكن تنبه سابقا يتنبه الآن، وما لم يكن عرفه سابقا يعرفه الآن. الإنسان لا يولد كاملا، الإنسان لا يولد معصوما، ولا يكون معصوما إلا بعصمة الله سبحانه وتعالى للأنبياء. فلهذا وجب على الإنسان أن يبين، ومن شروط التوبة الإصلاح والبيان. ولكن هيهات هيهات، فأنت دائما تتناقض مع نفسك كما يقول الشيخ الدكتور وليد ابن الصلاح في فيديوهات كثيرة، وسنعرض لاحقا بعض تناقضات هذا المدلس الذي يقول كلاما اليوم يناقض فيه كلاما قاله منذ عدة أشهر. لا أريد أن أطيل، مباشرة لندخل إلى كلام الدكتور وليد، ثم ننتقل لنرى كيف حاول هذا المدلس أن يرقع وصفه لشيوخ إسناده المزعوم في القرآن بأنهم شيوخ الإسلام وهم أشاعرة. طبعا الشموسي هذا الفيديو اللي عمل عليه هلا من شي يومين، شوف بيتندم ليش كان هذا الشموسي هذا سنده بقراءة حفص عن عاصم، كيف ايش كان يلقب. لاحظ شيوخ الاسلام، شيخ الاسلام زكريا الانصاري لما عرف انه هذا اشعري، وايضا ابن الجزري، وايضا هذا الجهوري، هذا هون ايضا لاحظتم هذا عمل عليه فيديو، هذا سنرد عليه بفيديو خاص. يعني حتى سنده في القرآن لم يصل اليه الا عن طريق الاشاعره. حتى هذا الذي يرد على الاشعريه ويرد على بدع الاشعريه يقول عنهم شيخ الاسلام. طبعا هذه كانت قديمه، نسال الله يغفر لنا. وقد يقع فيها الإنسان إما لجهل سبق منه، لعدم انتباه إلى هذه المسائل. قد يقع فيها الإنسان من باب أنه يريد أن يجامل أو يريد أن يحترم بعض الأشخاص ولا يعرف تبعات هذا القول الذي يقوله. أسباب الوقوع في توقير أهل البدع متعددة.